السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو للحديث عن مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام أبطال العالم. لكن قبل هذا ما تنساش دعمنا بالاشتراك في القناة وكذلك المشاركات والتعليقات على فيسبوك. هيا بنا. المنتخب الوطني المغربي سيفتتح مشواره في أولمبياد باريس أمام أبطال العالم. المنتخب الأرجنتيني يضم بين صفوفه 4 لاعبين من المنتخب الأول توجوا أبطال العالم وكذلك توجوا بكوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في أمريكا. لذلك المباراة ستكون صعبة على المنتخب الوطني المغربي رغم أن المنتخب الأرجنتيني خسر المباراة السابقة، المباراة الودية أمام غينيا بهدف نظيف، لكن المنتخب الوطني المغربي فاز في المباراتين أمام أندية من الهواة وأندية غير معروفة من الدوري الفرنسي. لكن كل هذا تبقى مباراة ودية والنتيجة لا تسمن ولا تغني من الجوع، لأن الحسم سيكون في المباريات الرسمية. الحسم سيكون غدا في مباراة الافتتاح بين أبطال العالم وبين أبطال إفريقيا، بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الوطني المغربي. لذلك كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، لأن المجموعة مجموعة صعبة، مجموعة تضم المنتخب المغربي والمنتخب العراقي الشقيق وكذلك منتخب الأرجنتين ومنتخب أوكرانيا. أوكرانيا أيضا لديها منتخب قوي جدا، الأرجنتين كذلك منتخب قوي جدا، وكذلك المنتخب العراقي منتخب قوي، منتخب متطور، منتخب يتوفر على لاعبين على أعلى مستوى. لذلك هي مجموعة صعبة جدا ومجموعة قوية لكل من يقول أن هذه المجموعة هي مجموعة سهلة. العراق تتوفر على لاعبين كبيرين وخاصة أيمن الحسين الذي تألق في كأس آسيا الأخيرة، وكذلك علي جسيم الذي وقع عقد لمدة 3 سنوات مع كومو الإيطالي الذي يدربه النجم الإسباني السابق سيكس فابريغاس. لذلك المباراة لن تكون سهلة لا أمام العراق ولا أمام أوكرانيا وكذلك أمام الأرجنتين، ونتمنى التوفيق للمغرب والعراق أن يمروا معا للدور الثاني. لأننا إخوة، لأننا أشقاء، لذلك نتمنى حظا وفيرا للمغرب والعراق معا بإذن الله تعالى. أما التشكيلة المتوقعة التي سيدخل بها طارق سكيتيوي وهي 4-3-3. في حراسة المرمى سيكون المتألق منذر محمدي وكذلك أشرف حكيمي إلى جانب بوكامر وكذلك الواحدي وتحيف، لأن قلب الدفاع لدينا خيارات معدودة بخلاف خط الوسط. في خط الوسط لدينا عناصر متنوعة، لدينا لاعبين بخصائص مختلفة، لدينا الكثير من المواهب في هذا المركز في خط الوسط وكذلك في خط الهجوم. بخلاف الدفاع سنعاني كثيرا في هذا المركز، لأن هناك الكثير من اللاعبين لم يلتحقوا بالمنتخب لأسباب مختلفة، لأن الفرق لم تترك لاعبيها يلحقون بالمنتخب الوطني المغربي. أما في خط الوسط فسيكون هناك أمير ريتشارلسون إلى جانب أسامة العزوزي كربط بين الدفاع والهجوم، وكذلك سيكون لاعب 10 وهو بلال الخنوس، الموهبة بلال الخنوس نتمنى أن يتألق وأن يبدع مع المنتخب في أولمبياد باريس، لأن اللاعب لم يقدم أي شيء يذكر مع المنتخب الأول بخلاف المنتخب الأولمبي، لأن في المنتخب الأولمبي يلعب بأريحية، يلعب كأنه عنصر مهم في الفريق، لذلك يقدم الكثير في المنتخب الأولمبي. أما في خط الهجوم فهناك خيارات أيضا متعددة. هل سيلعب بالزلزولي أم بإلياس بن صغير؟ نفضل أن يكون إلياس بن صغير، لأن اللاعب قدم الكثير رفقة موناكو وكذلك مع المنتخب الأول في المباريات السابقة، في المباريات الودية التي لعبها قدم ضمانات كبيرة أن اللاعب له مستقبل كبير مع المنتخب الوطني المغربي. بخلاف الزلزولي لعب الكثير من المباريات لكنه لم يقدم أي شيء مع المنتخب الأول، لكن مع المنتخب الأولمبي كان قائد المنتخب وفاز بكأس إفريقيا رفقة الأولمبي. لذلك نتمنى أن يكون بن صغير هو اللاعب الأساسي على حساب الزلزولي. في الجهة اليسرى سيكون هناك أخو ماش إلياس أخو ماش نجم في ريال المبدع والمتألق في الجهة اليسرى، وكذلك رأس الحربة سيكون هناك بطل آسيا سفيان رحيمي. سفيان رحيمي سيلعب رأس حربة صريح، لاعب مهاجم وهمي، يلعب مهاجم وهمي يخرج ويدخل
لاعب يلعب ويعرف الخبث الكروي، لاعب يعرف جيدا ما هو الخبث الكروي، لاعب يصيد لك ضربة جزاء ما يردش حتى عين، لاعب موهوب نتمنى أن يأخذ حقه في هذه الأولمبيات، وأن يقدم للمنتخب الوطني المغربي ما يشفع له بالتواجد مع المنتخب، لأن المجموعة كما ذكرت مجموعة صعبة، لذلك نتمنى أن نحقق 3 نقاط يوم غد، لأن الفوز يليه الفوز، أما الخسارة تليها الخسارة، لذلك لا نريد أن نفقد 3 نقاط يوم غد بإذن الله تعالى. وأنتم رأيكم في التشكيلة، أعطونا التشكيلة ديالكم في التعليقات، كل واحد يعطينا رأيه في هذه التشكيلة، هذا مجرد رأي شخصي مني، وأنتم أعطونا الرأي ديالكم الشخصي في التشكيلة، ما هي التشكيلة المناسبة لمباراة الغد أمام الأرجنتين.